قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة الكبرى وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والعناية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويها. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آوية، كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاع سوى نصيبك راضيا. عجبي لطفل كفه كف العدالة ما لا يعيد ترابيا، وعجبا لطفل كان في إرضائه حكما لمرضعة إليه وقاضيا. الجود طبعه صلى الله عليه وسلم، الجود طبعه والسخاء مجمع والماء بين كفيه ينبع جاريا. تسقي العطاش إذا ما دعيت بإصبع فيكون منه الماء شهدا صافيا. أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خاليا. يا فرحة الدنيا بقدوم محمد وبطلعة المختار يوم المولد. يا فرحها يا عزها بهدى الحبيب المجتبى وبمولد خير الكائنات محمد. دنيا أفاقت من ثبات كي ترى حدثا جليلا موفيا بالموعد. صعد على صوت الآذان للفجر بعد قضاء ليل أسعد. الله أكبر، أشرقت شمس الهدى وجاء البشير يزف بشرى محمد. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. اخوة الايمان والاسلام، الجنة الطيب المبارك، تجدد لقاؤنا وعطاؤنا ونحن في ليلة تكريم الراحلة الكريمة رحمة الله عليها، الأم التي عاشت طيبة وماتت طيبة، أنجبت فربت فأحسنت التربية. الله أسأل في هذه الأيام المباركات أن يتغمدها بواسع الرحمات، وأن يسكنها فسيح الجنات، وأن يجاف الأرض عن جنبيها، وأن يلهمنا جميعا وأهلها الصبر والسلوان. الراحلة الكريمة رحمة الله عليها فقيدة عموم عائلات أوجاد بهذه البلدة الطيب أهلها. حرم الراحل الكريم فضيلة الشيخ حسيني أبو طالب، جئنا مشاركين الأسرة الكريمة عنهم الأستاذ سعيد الحسيني، أستاذ محمد الحسيني، أستاذ سالم الحسيني، وأيضا الحاج أحمد عبد العال، أستاذ خالد عبد العال، أستاذ محسن عبد العال، جميع عموم عائلات وأسر هذه البلدة قدمونا جمعهم بخال شكرا تقديم لكل من جاء وحضر ليشارك الأسرة العزاء. عود طيب كريم إلى ساحة القرآن الكريم. معنا ومعكم في هذه اللحظات نجم ساطع وقمر لامع في سماء دولة التلاوة، سفير من سفراء القرآن الكريم، فخر قراء الشباب وقارئ الشباب الأول، علم محافظة التقالية ونجم مركز ومدينة سنبلاوين، ابن هذه البلدة فضيلة القارئ الشيخ محمد بن باش. الله أسأل فضيلته دوام التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة
بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاءوا
والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده وكان
وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وكل حاش لله وكل حاش لله هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وكل حاش لله فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وكل حاش لله ما هذا بشرا وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم. أراد إخوة يوسف أن يقتلوه فلم يمت، أرادوا أن يمحوا أثره فارتفع شأنه، باعوه بثمن بخس ليكون عبدا فأصبح ملكا.
أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه فازدادت. فلا تقلق يا ابن آدم من تدابير البشر، فإرادة الله فوق كل البشر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة العطرة كتاب الله عز وجل، وبالتحديد من رواء الجزء 12 من مفاتيح سورة يوسف تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني. تميز دائما مؤابدا في كل مكان، تميز احكاما واداء وتلاوة وتجويدا. علم جمهورية مصر العربية ونجم محافظة الدقهلية، فخر مركز ومدينة سملوين ابن هذه البلدة، فضيلة القارئ الشيخ محمد بن مرداش. الله اسأل ان يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته، وان يوفقه دائما الى ما يحبه ويرضاه. وكل هذه التلاوة عبر الهندسة الصوتية المتميزة دائما وابدا في كل مكان، واحدث الاذاعات الخارجية. مؤسسة الحاج عوض ابو سنة، مؤسسة الحاج عوض ابو سنة، ادارة العالمي دكتور محمد عوض، مهندس شعبان عوض، والمقيمين بالزاهرة السنبلاوية الزقازية. دولات الصادقات الكبرى مخازن فراشة، معلم احمد الحصري والمقيم بهذه البلدة الطيب واهلها. لكن الانارة وكبرى محطات الديزل، مهندس كريم فزع والمقيم ايضا بهذه البلدة الطيب واهلها. تقديم واجب الضيافة والخدمات الفندقية. تميز دائما وابدا في كل مكان اولاد نور متر احمد نور والمقيم بهذه البلدة. بس الهواء والتصوير عالمي مصر، مهندس احمد النادي والمقيم بميت ابو خالد بيت غمر دقهلية. اخوة الايمان والاسلام، قدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة، جميع هموم عائلات جاد، جميع هموم عائلات اسر هذه البلدة. قال الشكر والتقديم لكل من جاء وحضر، القيادات الشعبية السياسية الدينية التنفيذية، السادة امم ومشايخ القرى المجاورة، السادة اعلام الادب والواجب، كل من جاء وحضر ليقدم واجب العزاء. بقية عزاء مقدمة من اعلام الادب والواجب في كل مكان. حاج اسامة عبد العاطي عضو مجلس النواب، سيادة اللواء راضي عبد المعطي، سيادة العقيد حسن بيت امين، كل من جاء وحضر ليشارك الاسرة العزاء الى اذان العشاء. ولا شيء يعلو فوق صوت الاذان، وبعد اذان العشاء نلتقي سويا على مائدة القرآن الكريم.